الفيديو اللي قبل كده باظ. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده تالت فيديو ليا على اليوتيوب، وخلينا نقول ان اليوتيوب المصري بيشهد تالت فيديو تاريخي، تالت فيديو على اليوتيوب المصري، يعني تالت فيديو لليوتيوب المصري. بيقول لك مرة عنكبوت خد فياجرا عمل سجادة، لكن لما خطيبتك تسألك وتقول لك عبده هو انت ليه مش لابس خاتم الخطوبة بتاعتنا، ساعتها مش هيكون قدامك غير حل من التلاتة. اول حل انك تعمل عبده، واعتقد دي في حالتك حاجة بديهية جدا وسهلة جدا انك تعملها كمان. تاني حل انك تقول لها الدكتور كان منع عليا الظفر والمسبك وانا اضطريت اقلع الخاتم علشان جالي ازمة قلبية. تالت حل انك تقول لها مش تباركي لي يا بنت الحلال، انا جالي عرض عمل وبقيت راقص تنوره قد الدنيا، حتى شوفي، وتقوم مطلع التنوره من وراك وتلبسها وتبتدي تدور لحد ما يغمى عليك. ومن هنا جه موضوع حلقتنا النهارده، واكيد مش هنتكلم عن الظفر والمسبك احنا النهارده هنتكلم عن الاستعباط. ودلوقتي اهلا بكم في برنامجكم الدارج المحبوب جدا جدا جدا، اعظم برنامج في الشرق الاوسط، اقوى برنامج في العالم، اقوى برنامج على الانترنت وبره الانترنت. مفيش اقوى منه، مفيش احسن منه، مفيش اشهر منه، مفيش اجمد منه. انا اعتقد قلت كده كتير. اللي بده شي دق الا يعني يرن لي بس باللبناني، يدق الا. الاستعباط هو الرياكشن الصالح لكل زمان ومكان. انت ممكن تستهبل وتستعبط في اي وقت، اي وقت. يعني انا بالمناسبه قاعد دلوقتي، دي حاجه بره الموضوع خالص، انا قاعد لابس الجلابيه يعني مشلحها شويه بحيث ان انا الهوا يخش يطري على فخادي وكده. انا عارف انها معلومه مش لازم اقولها، بس حسيت ان انا عايز اقول كده. انا مشلح الجلابيه دلوقتي. والاستعباط ممكن يمشي معاك في اي موقف، حتى جرب كده. بص عملت ايه في النتيجه يا حبيبي؟ 1-1 لصالح مركز شباب الانبوتين يا خالو. هنتجوز امتى يا حبيبي؟ الدكاتره يا حبيبتي ليهم راي مختلف. هتعترف امتى بالولد؟ والاستعباط بيكون ليه لذه كده منصوب. والاستعباط بيكون ليه لذه كده لما تبقى فاهم وقاري ودايس وعارف. البياع جه بيع اهو، جاي اهو، هو عرف هعمل فيديو دلوقتي، انا هاجي، انا جاي. الاستعباط بيكون ليه لذه كده لما تبقى فاهم ودارس اذا انت مش فاهم ولا دارس ولا قاري ولا شايف ولا عارف ولا خلاص بقى اهدى والله ما تزعلش نفسك، والله ما تزعلش نفسك، بتحصل عادي. تعالوا بقى نستعرض مع بعض اشهر المواقف اللي بيحصل فيها استعباط ونتكلم عنهم كده كاننا قاعدين على القهوه، يعني كاننا قاعدين مع بعض على القهوه. اول موقف سكت، على فكره فضل ساكت بتاع 10 دقايق اهو. اول موقف بيحصل فيه استعباط هو ان انت لما تبقى عند نسايبك لاول مره. وخلي بالك هو الموضوع من اول كده ما بتخش، والله من قبل حتى ما تخش عتبه البيت. يعني مثلا وانت قاعد عند نسايبك لاول مره، لما تلاقيها جايبه لك فنجان قهوه زي ده كده، بس اكيد مش هيبقى زي ده، وتحط لك في فنجان القهوه ده او فنجال القهوه، لاني بحب اقول عليه فنجال. انا عارف ان هو فنجان بس انا بحب اقول فنجال. فهي تحط لك في القهوه دي ملح بدل ما تحط لك سكر. فانت بقى المفروض تعمل نفسك عبيط، تستعبط وتشرب بقى من غير ما تقف كده في وسط الناس وتقول لهم يا دين امي الخرا. وبعدين هم بيقولوا احنا بنحط له علشان نشوف رياكشنه ايه قدام الناس، هل مثلا هيقوم يتف القهوه دي ويقوم مطرطر، ولا هيشرب كده ويعمل نفسه ويقول تسلم ايدك. واعتقد هم بيعملوا كده علشان يشوفوا رياكشنه قدام الناس، هل هيقوم. انا لسه قال كده من شويه، انا لسه قال كده من دقيقه فاتت. فهو لو شرب خلاص هو عدى الاختبار ده، بقى جوزي بقى يؤتمن. الشخص ده يا جماعه شرب القهوه اللي بملح، مش هيخوني، مش هيعمل حاجه تزعلني. صح مش ده اللي بيكون في دماغكم؟ لا مش ده اللي في دماغكم. طب هو ده بقى اللي في دماغكم. طب تتصرف ازاي في موقف زي ده بعد ما تشرب القهوه المملحه؟ المفروض تقوم مايل على عمك اللي هو ابوها يعني، وتقول له عمي انا محصور في بول وعايز اطرطر. عمي انا محصور في بول وعايز اطرطر، او عمي انا محصور في بول وعايز اطرطر، كده بصوت محمد ممدوح تايسون. هقولها تاني. عمي انا محصور في بول وعايز اطرطر، هطرطر واجيلك. تاني موقف بتستعبط فيه هو ان انت لما تبقى ايه الجمله دي؟ ايه الكلمه دي؟ تاني موقف بتستعبط فيه لما تبقى في الشغل وتنده صاحبك وتقول له تعالى بدل ما تقول له تعالى يا سحس مثلا. يعني انت بتضطر ان انت طبعا تقول له والله انا ما كنتش اقصد خالص، مين قال ان انت ده انت اجمل واحد في الشغل، ده انت اجمل واحد انا اعرفه يا سحس، وتراضيه بقى وتقول له بقى ما تزعلش والله انا يعني عمري ما اقول لك تعالى. بعد ما يمشي ويقتنع تقول له والله انك راجل
والله انك راجل ليه بقى؟ لان انت عصفوره وبتاع اسفين وبتعمل فورتينا وكل المصطلحات دي، انت بتعمل كل المصطلحات اللي في الكتاب. انت راجل عصفوره، انت راجل عصفوره يا عصفوره. تخيل بقى تبقى راجل بالحجم ده وعصفوره كده يعني. او مثلا صاحبك اللي بيخيطك في تشيك بمبلغ عالي جدا اللي هو فوق ال 350 جنيه مثلا، وتقول له مثلا هات فلوس، اللي يقول لك ما معيش كاش. طب فيزا؟ ما معيش فيزا. طب انستا باي؟ ما معيش انستا باي. طب فودافون كاش؟ ما معيش فودافون كاش. العيال اللي في الشارع دي طلعت دي. طب انت بتحاسب بايه؟ انت بتدفع ازاي؟ بالمقايضه. يعني انت بتشتغل بالمقايضه. خد بيضه وهات هي بيضه واحده. ما هي الاخلاق دي اخلاق واحد بيقايض ببيضه واحده. عمر ما في حد في الدنيا يقايض يا ابني بس عمر ما في حد في الدنيا هيقايض ببيضتين واخلاقه كده. اتليست بيضه او نص بيضه كمان. وفي بقى استعباط العلاقات اللي هو اتنين عارفين بعض مثلا بقالهم 3 شهور. 3 شهور كاملين. ده رقم. ده رقم، خلي بالك. 3 شهور في عصر السرعه اللي احنا عايشين فيه رقم. كل حاجه دلوقتي بقت بتخلص بسرعه. العلاقه بتبتدي النهارده الساعه 9 تخلص الساعه 6. ليه؟ عشان في جاب 3 ساعات كده عايزين نريكفر نتخطى. عارفين الناس تقول نتخطى؟ مش عارفه اتخطى. الناس اخر حلاوه. 3 شهور رايحين جايين مع بعض. الناس فاكراهم ان هم مرتبطين او في علاقه، عشان ما بحبش كلمه مرتبطين. ايه مرتبطين دي؟ ايه مرتبطين دي بجد يعني؟ رايحين جايين مع بعض يا باشا، بس هم مش مرتبطين. بيقعد يواسيها ويطبطب عليها بس هم مش مرتبطين. يجيب لها في عيد ميلادها ايفون وجاتوه بس مش مرتبطين. يجيب لها بان كيك بس مش مرتبطين. يجيب لها دوناتس بس مش مرتبطين. وكل الناس بتكون عارفه على فكره ان انتم مرتبطين، وكل الناس بيبقوا عارفين انتوا بتعملوا ايه مع بعض في اوقات فراغكم. العاده اللي انتوا بتعملوها في اوقات فراغكم ان انتوا تقعدوا مع بعض وتشغلوا اغاني حسن شاكوش بصوت عالي وتقولوا حبيبتي. كل الناس عارفه، كل الناس عارفه. وفي حركات بتحصل كده في العلاقه برضو بيكون ايه؟ استعباط. يعني انا مش عايز اقول وافسر واوضح، بس في حاجات بتحصل في النص كده. بيبقى نوع من الاستعباط اكتر منه استعباط. اللي هو مثلا وانت لابسه ايه دلوقتي؟ فتقول لك انا لابسه فانيله اي سي ميلان. مثلا ما اعرفش مين بيلعب في اي سي ميلان بصراحه. ما اعرفش انا مش متابع كوره يعني. فتقول لك انا لابسه فانيلا مثلا بتاعت ما اعرفش. فتقول لها طب ما توريني. تيجي نلعب مع بعض لعبه الصراحه. فتقول لك طبعا ده انا متعوده عليها. فتقول لها بقى سؤال، جاوب بصراحه. قاعده بشورت ولا من غير شورت؟ جاوبيني بصراحه، انت قاعده بشورت ولا من غير شورت؟ بس فهي تقول لك لا انا قاعده بشورت. فتقول لها طب وريني كده. حول ولا قوه الا بالله. او انها تقول لك انا تخنت جامد. فانت تقول لها تخنت جامد؟ تقول لك اه والله تخنت جامد. فتقول لها طب وريني. والله العظيم يعني ماشي. وبعدين هي هتوريك ايه؟ هتوريك ضياء يا عوضي. خبير التغذيه. يعني انت هتحط لها جدول تمشي عليه مثلا، او هتنصحها مثلا انها تعمل ام بادي علشان تشوف البادي فاتس؟ يا راجل على يا عيب والله. وفي بقى حركات تانية بس انا مش عايز اتكلم يعني. اللي هو ايه ده؟ انت اتغيرت خالص. تلف كده بروتة. الله. وفي بقى استعباط المدرسين اللي هو ده يعني انا بعتبره نوع استعباط. ليه بقى؟ هو مش بصراحه في منه، بس هو اسوأ نوع استعباط. ليه بقى؟ لان المدرس بيبقى لسه ما خلصش امتحانات، بس هو فتح باب الحجز للماده طب شوف يا عم الناس اللي كانوا عندك دول نجحوا ولا لا؟ لا انا هفتح باب الحجز من شهر 7، من نص 7 ليه؟ عشان نلحق نخلص. يا راجل يا راجل. طب انا عايز اقول لك على حاجه، ودي معلومه بقى خلينا افجرها لاول مره، بما ان الراجل اشتغلت في موضوع التدريس ده. اشتغلت في موضوع التدريس يا جماعه. عادي اشتغلت في موضوع التدريس من اول قد كده لحد اللي في الجامعه، عشان تبقى فاهم يعني. طب خلينا افاجئك بقى بحاجه. خلينا افاجئك بحاجه من واحد يعني جوه في المطبخ. المنهج بتاع ثانويه عامه، شوف بقى بتاع المكنه المنهج بتاع ثانويه عامه ده كله خلي بالك بقى يتشرح ويتحل عليه وتظبطه في 3 أو 4 شهور ماكسيمم. عارفين الناس بتقول ماكسيمم؟ ماكسيمم 3 شهور 4 شهور. وفي نوع كده من الاستعباط بيحصل لما الراجل بيتقفش مع واحده تانية. تقول له مثلا مين اللي انت كنت ماشي جنبها امبارح دي؟ انا بمشي.
انا ما بعرفش امشي. ده مين اللي كانت قاعده جنبك امبارح دي؟ قاعده يا عم اللي كانت قاعده على رجلك، اللي انت كنت عمال بتهشكها وتدلعها كل شويه. اصلا ما بعرفش اتكلم. اللي انت خدتها من ايديها وطلعت بره واستخبيت ورا العربيه عشان توريها اللوجو بتاع الشركه الجديد بتاعك. ايه رايك في اللوجو بتاعي؟ This is my new logo. فجأة الراجل بيتحول لشخص ما بيعرفش يتكلم ولا يقرا ولا يكتب ولا عنده اهتمامات ولا طموح ولا ما بيعرفش يعمل حاجه. انا اللي عايزين نقوله مش مهم انت بتستعبط ولا لا، المهم انت لما تيجي تستعبط تبقى عارف من جواك ان انت بتستعبط، وتبقى عارف ان الناس عارفه ان انت بتستعبط. فانت لو سمحت بقى بطل استعباط وما تعملش فيها عبيط. لو سمحت ما تعملش فيها عبيط. قول لشريك حياتك انا بحبك. قول للحاجه الوحشه انت حاجه وحشه. خش لحسن ابو الروس في الدي امز وقول له لو سمحت عمرو بيقول لك اتقي الله، اتقي الله، اتقي الله. اللي انت بتعمله ده كتير وغلط وعيب وما يصحش وحرام، والله العظيم كتير قوي. حاول تنشر حاجه ايجابيه بين الناس بدل ما انت عمال بتنشر الحاجات السلبيه بين الناس. والله العظيم انا اصل في الاول وفي الاخر كلنا احرار، والله يا خال كلنا احرار. يا عم عايز تستعبط استعبط، عايز ما تستعبطش ما تستعبطش، عايز تروح تقلد هو ده عادي، الواد اللي بيقول قول هو ده عادي، مش عايز تقول كده ما تقولش كده، عايز تتفرج على حسن ابو الروس. انا كده خلصت الفيديو، والفيديو ده شكله مش قوي. برافو عليك، ايوه كده، انت قلت لي المره دي الفيديو ده قوي. شكرا، شكرا، انت بجد كده حبيبي، انت بجد حبيبي، انا كده بحبك، ربنا يخليك. شكرا، شكرا. انا عارف ان هو قوي، انا عارف ان هو قوي، وانا وقعتك مرتين قبل كده، فانت برافو عليك، برافو عليك. اي نعم انت المفروض تتعلم من اول مره، اتعلمتها من ثالث مره، مش مشكله، مش مشكله، عادي، عادي. انا بحبك برضه، انا بحبك. واستنوا العظمه الجايه. بس انا ولا قلت لابويا محمد رمضان بيتكلم يعمل نمره، يعني انا عارفه، اصل صاحب محمد رمضان صاحبي من زمان يعني واعرفه، كنا شله واحده من زمان. هو بيكلمني كان بيستعبط يعني.